ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل طاجن مكرونه حلو قوي. طاجن مكرونه دوت اللي هو ماك اند تشيز، بيتباع في المحلات بسعر غالي جدا وكل الولاد بيتهبلوا عليه. احنا هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وعلى قد الايد. يلا بينا نشوف الطريقه. المكرونه انا بسلقها، بخليها تاخد غلوتين في ميه وملح ومعلقه زيت، واسيبها شويه. بعد ما اطفي النار في الميه السخنه بتاعتها هي بتكمل سواها. احنا النهارده هنستخدم ميه سليق المكرونه، فنحتفظ بيها. لو مش موجوده ونسينا مثلا وصفيناها، هنستعمل ميه تكون سخنه جدا مغليه من الكتل. بصله صغيره جدا، مهم ان انا اخرطها تخريط صغير على معلقتين زبده. هضيف معلقه كمان زيت علشان الزبده ما تتحرقش معايا. النار هنا لازم تكون هاديه معايا متوسطه علشان الحاجه تستوي على مهلها. بعد ما البصلة اتشوحت، فص توم واحد مفروم اديله تشويحة خفيفة، وانزل بمعلقتين كبار دقيق. كلنا عارفين المعادلة بتاعة البشاميل اللي هي معلقتين زبدة معلقتين دقيق يبقى كوبايتين لبن. لكن في الصوص ده بتاع الاجبان لازم نزود كوباية سائل، وممكن كمان كوباية ونص، لان الجبنة هنا بتخلي الصوص يتقل معايا. انا دلوقتي ضفت كوباية من، ولازم تكون المية تكون سخنة معايا، حتى لو بردت اسخنها. ضفت كوباية من المية بتاعة سليق المكرونة، كوبايتين حليب، ومحتفظه بالميه جنبي. لو الصوص لقيته تقيل معايا هزود ميه من سليق المكرونه. هنزل بمعلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره بابريكا مدخنه لان بتدي طعم حلو قوي، ومعلقه صغيره ملح. بعد كده هضيف قطعتين جبنه مثلثات، واكون طفيت النار في الوقت دوت، واخلي الجبنه تسيح على سخونه بس البشاميل. كوبايه جبنه موتزاريلا هشيل منها ربع لفوق الوش، واي نوع جبنه موتزاريلا متوفره حتى لو كانت ارخص نوع. معلقتين كبار قشطه هيدوا طاجن المكرونه بتاعي طعم حلو قوي. وده شكل الاجبان بعد ما ساحت في الصوص، والمكرونه هنا مستويه 100%. انزل بكل صوص الاجبان على كميه المكرونه واديها تقليبه حلوه، اتاكد ان هي شربت الصوص كله. وفي الطاجن انزل بكل كميه المكرونه اعدل سطحها، اديها رشه فلفل اسمر. متوفر عندي قطعتين جبنه شيدر احطهم، مش متوفر مفيش مشكله. انا مستعمله هنا نص كيس مكرونه، عمل لي طاجن متوسط يكفي 3 افراد او 4. ربع كوبايه الجبنه الموتزاريلا اللي شلناها على جنب اوزعها وادخلها تحت الشوايه، مش اكتر من كده. معايا هنا كيس دوريتوس، بديله بس فتحة صغيرة تهوية علشان ما يفرقعش، وبأي حاجة أبدأ أدقه كده علشان يتفرم معايا ناعم. وهنا أنا مختارة الدوريتوس بطعم البابريكا الفلفل الحلو، فكان قريب قوي من الطاجن. معايا حزمة بقدونس مفرومة ناعم، هبدأ أوزع الدوريتوس والبقدونس مع صوص الأجبان. كان عامل ميكس حلو قوي. الطاجن ده هيعجبكم إن شاء الله، جربوه بجد طعمه وهم. وزعته بالشكل ده، شكل الطاجن اصلا لوحده يفتح النفس. وما تنسوش البقدونس بيدي طعم حلو قوي للمكرونه. تعالوا بقى نشوف المكرونه من جوه عامله ازاي. باكد ان المكرونه لازم تكون مستويه 100% علشان تشرب الصوص وتديني نتيجه كويسه. مجرد بس ان انا ادخلها تحت الشوايه علشان ما تنشفش معايا. وده شكل المكرونه من جوه، بجد غرقانه في الصوص وكان طعمها حلو قوي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، والف هنا.